الكذب، محد لا شايف مصلحتنا ولا حد شايف حاجة. خليك مع اللي عامل لنفسه شيخ ده. أحسن واحد يا أحمد، ربنا يديك طول العمر. على طول محلس لك وانت كرهنا يا ابوي مكرهك فينا. ليه؟ ما من عمايلكم السودة لا سامعين الكلام ولا قادرين بخاطري ولا عاملين أي حاجة زينة، حتى سيرتكم وسط الناس عفشة. ليه يا ابوي؟ انت عمرك قبل كده طلب مني حاجه ومن اخوي ما عملناها لكش؟ كتير يا ولدي كتير، انت داير تفتكر دقيقات. انت على طول مبد اخوي علينا، وهو الوحيد اللي قعدت معاك في البيت. يا كبير ما عندكش حاجة تقولها ولا داير شرط سد الحنم؟ سيبك من المواضيع دي كلها يا ابوي. هدعيلك في حاجه كبيره قوي. قول، انا ما معيش من وراك غير الخراب. انا عارف ما تجيش تسأل علينا ابدا. كل دياتك كلها يا ولدي مصلحة لنفسك.